اهلا بيكم في قناتي مطبخ سوشي. النهارده هنعمل مع بعض المايونيز في البيت احلى من اللي بنجيبه من بره. يعني مش هقول لكم زي اللي بنجيبه من بره، لا هو هيطلع احلى وكمان انضف لان ما عليهوش مواد حافظه ولا عليه حاجه مضره ان شاء الله. يلا نقول بسم الله. اول حاجه عندنا في الكبه بتاعه الخلاط بنجيب 3 قطع من الجبنه المثلثات، اي نوع بقى بتحبوه. بنضيف عليه معلقه صغيره من المستردة، هنضيف كمان كوباية من الحليب ويكون ساقع طالع من التلاجة. نضيف معلقة صغيرة من السكر، ونضيف كمان معلقة صغيرة من الملح، نص ليمونة. طبعا لما بنضيف الليمون على الحليب بيبتدي يتقل شوية، ده طبيعي جدا. هنبتدي بقى نشغل الكبة بتاعتنا. طبعا احنا ممكن نعمله في الخلاط عادي، بس انا النهاردة عملته في الكبة. ابتدي بقى اشغل كده لما المكونات كلها تمتزج مع بعض. انزل بالزيت، هحتاج حوالي من كوبايه لكوبايه ونص من الزيت، وطبعا يفضل يكون نوع كويس علشان يطلع المايونيز طعمه وريحته حلوه زي اللي بنشتريه من بره ويكون احلى كمان. هبتدي انزل بكوبايه الزيت زي ما قلت من كوبايه لكوبايه ونص، بس خدته رفيع قوي، مش هضيفهم كلهم مره واحده. انا هضيفهم كده بالتدريج لحد لما القوام كله يتقل كده معايا ويبتدي يكون سميك زي ما تشوفوا دلوقتي. الخلاط او الكبه شغال على سرعه وسط، وبنضيف الزيت خط رفيع زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده خلص معايا، القوام تقل. هنشوف مع بعض شكله. ادي القوام بتاعنا، شايفين ازاي اللون المايونيز والقوام بتاعه شبه الجاهز. لما تدوقوا كمان هتلاقوه نفس الطعم واحلى كمان. طبعا في الوقت ده احنا نشوف الملح، اذا كان ناقص ملح هنضيف له، لو مظبوط خلاص. هبتدي بقى دلوقتي افضيه اقلبه كده واحطه في برطمانات او في علب تكون نضيفه ومجف يعني جافه مش فيها ميه، عشان يقعد معانا فتره طويله في التلاجة. انا دلوقتي ضفته في علبه التلاجة اهي زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول ان الكميه ما شاء الله كتير، يعني العلبه دي تقريبا بتاخد حوالي نص كيلو، فطلع عندي حوالي نص كيلو مايونيز وشويه كمان هوريهم لكم. بس انا ما ضفتش دول لان هعمل بيهم توميه، فخليتهم كده على جنب. كده خلصنا وصفة المايونيز. مش عايزه اقول لكم ازاي سهله وبسيطه وما فيهاش بيض، وكمان مش مكلفه زي اللي بنجيبه من بره، وزي ما قلت ما فيهوش مواد حافظه. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا وقولوا رايكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.